أحسن، بارك الله فيك. طيب يعني إن شاء الله برضو سنأخذ فاصلا وبعدين نقدم لكم مفاجأة طيبة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله رب العالمين أنه ساق الشيخ أبا العلاء حفظه الله تعالى، ودي المفاجأة التي وعدتكم بها. وأنا نتكلم وجدناه داخل الاستديو جزاه الله خيرا. ويعني هذه المادة التي نطرحها اليوم هي مادته على الحقيقة، يعني مسألة القلب وسلامة القلب وصلاح القلب، هذا هو هجيراه منذ عرفته منذ أكثر من 25 عاما. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه. وهو نجم الساحة. لا أنت النجم والليلة ليلتك يا عريس. بارك الله فيك. كنا نتكلم والشيخ أبو أحمد حفظه الله كنا نتكلم عن مادة حياة القلب، وذلك من خلال قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمادة حياة القلب على الحقيقة هي الاستجابة، والاستجابة انفعال القلب للدليل السمعي كما يقول العلماء، يسمع فيستجيب، حتى أن الناظر في حياة الصحابة يتصور أن الدين كله كان واجبا عليهم، لم يكن التفريق الاصطلاحي الذي اشتهر بعد ذلك، كأنه، لا أقول أنهم ما كانوا يفرقون بل كانوا يفرقون، لكن كأنهم ما كانوا يفرقون من جهة العمل. إذا سمع الدليل استجاب، حتى تقول كأنه واجب عليه. فهذا السمت كان ملازما للصحابة جميعا. فإحنا معنا فضيلة الشيخ أبو العلاء حفظه الله، وأسأل الله أن ينفع به، ليحدثنا عن العلاقة بين الاستجابة والحياة، وما دلالة ذكر الحيلولة بين القلب وبين المرء بعد الاستجابة لأمر الله ورسوله. تفضل يا الشيخ. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا مش عارف أقول إيه، بس حين يجلس الإنسان بين أسدين ما يعرفش يقول حاجة إلا أنهم أسدين حبايبي. فأنا سبحان الله العظيم، يعني أنا كنت معكم من قبل ساعة وبقول لكم شيخنا الشيخ إسحاق وشيخنا الشيخ محمد حسان، وإن ربنا ساقهم لكم لحد بيوتكم، دي نعمة من نعم ربنا تحتاج أن تشكر. فلما اتصلوا بي قالوا إحنا على الهوا، قلت لا، دي خيانة. ما ينفعش يبقوا من غيري. فكبست عليهم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ثم أنا يعني كما هو العهد ماليش في الكلام الكبير والأسئلة الكبيرة، غير أن موضوع القلب جزاه الله خيرا الشيخ إسحاق أن هو يطرقه ويعالجه، لأنه في الحقيقة القلب هو كل شيء. القلب الله عز وجل يريد منك قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الشاهد أن القلب أو الاستجابة هي الحياة، جاءت بالنص الصريح في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فمن لم يستجب لله ولرسوله ميت. يعني سبحان الله العظيم، يمكن في الحلقة اللي قبلك مباشرة، وهذا يعني من بركة المنهج، ان انا كنت بقول ان ما بقولوش انت ما بتصليش ليه، انا بقول انت عايش ليه. اللي ما بيصليش ما انتش عايش. فهذه هي الاستجابة. انما يستجيب الذين يسمعون، الاحياء، لينذر من كان حيا. الاحياء، الحي والمستجيب. اما الذي لم يستجب فليس بحي، ليس بحي، بل هو ميت. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني من كلامكم جزاكم الله خيرا في قضية الاستجابة، وإن حياة القلب هي بالاستجابة وعدم الإعراض في واقعنا الأليم، كثرة الفتن وكثرة الشبهات على كل مسائل الدين. فتجد المعالجة الواضحة الصريحة في أن الذي يستجيب لا يلتفت،
لا يلتفت لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما. سبحانه وتعالى. هي دي القضية، أنه صغوا القلوب، صغوا الانحراف. تنحرف القلوب حين تصغي إلى زخرف القول من شياطين الإنس والجن فتنحرف القلوب. أما الاستقامة فهي على الاستجابة لله ورسوله. مسألة الحيلولة بين المرء وقلبه بعد ذكر الاستجابة كأنه تهديد، كأنه تهديد، يعني إذا لم يستجب فلينتظر قارعة. لا، هي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كأن الله يقول استجيبوا ولن تستجيبوا حتى آذن لكم. هي بمعنى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا ينتفي أيضا المعنى الذي ذكره الشيخ بأن من أعرض عن منهج الله تبارك وتعالى فسوف يعرض نفسه لوعيد الحق عز وجل في الدنيا والآخرة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أي نعم. فنحن لا ننفي أن تكون أن نؤصل لأحبابنا إخواننا أن هداية القلوب إنما هي بيد علام الغيوب. صحيح. فالهداية نوعان: هداية الدلالة وهي هدي العلماء بعد الأنبياء والرسل، أما هداية التوفيق فبيد الله جل وعلا لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا حديث سيدنا رسول الله: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء، وفي لفظ إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. فلا ينتفي أبدا أن نكون على يقين بأن هداية القلوب إنما هي أمر بيد علام الغيوب، وأن نحذر أيضا من أن الثمرة المرة للإعراض عن منهج الله وعن الاستجابة الله ورسوله إنما هي الضنك والنكد والشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. تعب القلب. أي نعم. فمن اتبع هداي لا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني إذن يبقى الهدايتان معا. أولا إذا ترك الأسباب عوقب. أي نعم. ترك الأسباب اللي هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذهاب إلى مواضع الطاعات، ترك مواضع الفتن، الإعراض عن يعني توحيد الجهة في الاتباع، اللي هو مسألة أن يصغي إلى غير الله ورسوله، أن يصغي إلى غير الله ورسوله. بالضبط كده. نعم. طيب نتلقى اتصالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الله عز وجل على هذا الجمع الطيب المبارك. بارك الله فيك. وقبل يديك الكلمتين شيخ الجليل. ايه الحركات دي؟ انت مين؟ معاك ابنك الصغير سالم مفتوح ان شاء الله. اهلا سالم، زي الحال. وقبل يديك الكلمتين. العفو. وقبل رأسك. الله يبارك فيك. وقبل يدي شيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان. جزاك الله خير. وشيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد حسين بن يعقوب. بارك الله فيك يا مولانا. أسأل الله أن يوحد الأمة كما وحدكم في هذا المكان. بارك الله فيك. ودعوة طيبة من سيادتكم للأمة كلها أن تتوحد، وأن ترى أن العلماء على قلب رجل واحد وعلى كتاب واحد وعلى سنة واحدة. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يعز الإسلام بكم جميعا أيها الإخوة الأحباب. جزاكم الله خيرا. وأنا يعني أنا آسف أن أنا دخلت يعني كده على حضراتكم. جزاك الله خيرا. شكرا يا سيدي. بارك الله فيك حبيبي. الله يحفظك. بارك الله فيك. في اتصالات أخرى؟ طيب. من العجائب أن مادة حياة القلب تختلف عن مادة حياة الجوارح. فمادة حياة القلب هي المحن والابتلاءات، لذلك تجد أقوى الناس قلبا أعظمهم بلاء، وأن أضعف الناس قلوبا هم أهل الترف. لذلك كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان لما حدث بينه وبين هرقل عظيم الروم، حدث حوار بين